شيلهم على قلبك كده وانت واقف. طب ينفع كده يا جدعان؟ عقابا ان انت ما ساعدتش معايا في حاجه. ما ساعدتش معاكي في حاجه. طيب مبدئيا كل ده ودول كمان وديهم المطبخ يا حاجه هيقعد يتكسروا، ما ينفعش كده. لو اتكسروا يا اسماعيل. انا بيعجبني، عجبني، بس انا عجبني تنظيم الاوضه والله العظيم بجد يا جدعان. في الاخر كده دول مش مكانهم هنا والله. المجات لو وقعت. طب بص اتفرج، يعني انا بصور وفي نفس الوقت حاطه لي المجات وبتقول لي المجات لو وقعت. ايه المجات لو وقعت هتعملي يعني؟ هعمل حاجات كتير. الخضره اللي هناك دي شكلها نامت. الزرعه الخضره دي، الزرعه الخضره على الرف دي بحبها على فكره. ايوه اتفضل يا سيدي. الله ينور. الشمس بقى بتيجي على المكتب بقى هنا، يعني المفروض دي حته النور الزياده دي بتبقى شمس، بس الدنيا مغيمه على فكره. قررت تخلصي المكتب ما شاء الله عليك. ايوه اصل على فكره هو ترتيب اصلا السنه عشان استني بقى عشان اجي في تراب عشان اساعدك. ساعدني في ايه يا حبيبي؟ يلا يا حبيبي اللي بتيجي على الجاهز انت تخصص والله الله ينور عليك. تخصص هروب ولا هروب ولا حاجه. هروب روح نام روح نام روح نام. عايزه اقول لكم يا جماعه انا لقيت حاجات والله من يعني من سنين، من سنتين 3 مثلا، يعني السكتشات دي، الالوان دي على فكره مش جديده والله ابدا. الحاجات دي هي دي بس اللي جديده وعندها اختها. عايزه اقول لكم الحاجات لما الواحد بيجيبها بالزياده بصراحه، بس دلوقتي لا مش هينفع تجيب بالزياده دلوقتي. الاسعار دلوقتي ما شاء الله. دلوقتي الفلوس فيه يعني الحاجات دي اسعارها قليله. بس تعالوا بقى اقول لكم اكلمكم على منظم الالعاب ده اللي انا بالريشه الحلوه بتاعتي دي. بصوا يا جماعه انا بقى اللي شغال ده دلوقتي انا قاعده على الفصل. بصوا عشان ايه، انا هجاوب على اسئله كتير جات لي على لما نزلت صوره من يومين على الفيس على صفحتي. انا بتكلم على صفحه الفيس. ناس سالتني على منظم الالعاب ده. كنت كان مناسبه البتاع اللي هو المسمار، بديل المسمار ده على لايف وزاي صفحتها. لايف وزاي على الفيسبوك. استنى اجيبه اهو واحد اهو هنا اهو يا جماعه. بصوا ده شكله، ده بديل مسمار بيتحط كده بيتلزق بدبل فيس. واهو بصوا المسمار بيطول ويقصر، يعني بصوا لو حاجه برواز مثلا اهو نقرب لكم ليه اكتر. شايفين اهو بصوا كل ده بيدي اهو سمك، ودي الصاموله دي بتقفل على الحاجه اللي هتتعلق اهو كده وبيتلزق. انا على حلو، بس يا جماعه يتحط عليه حاجه لو وقعت ما نحزنش عليها. يعني لو وقعت يعني المكرميه دي لو وقعت مش هتبوظ، حاجه خشب لو وقعت مش هتبوظ. لكن ما احطش عليه مرايه، ما احطش عليه طابلو ازاز، ما احطش عليه حاجه تعمل دش بقى وخساير، فمش ناقصه. تمام. فانا كنت منزله الصوره دي عشان اتكلم على بديل المسمار ده. المنظم ده من ايكيا يا جماعه مبدئيا. غالبيه الاوضه يا جماعه معلش بس اقطع كده، غالبيه الاوضه من ايكيا. ده كان بصوا منظم الالعاب على فكره ده حلو جدا، وفضل في كيسته سنين. يعني كانت ريتال لسه مثلا مش مهتمه. انا كنت بجيب، كانت برضو ايكيا كانت ايام زمان كانت رخيصه ايكيا. على فكره بصوا هو وصل لتحت، يعني انا حاطاه اهو. بص ده كله كده لم كل الالعاب بصراحه. كل حاجه ممكن على فكره، مش العاب، ممكن يتحط فيه شوزات، ممكن يتحط فيه حاجات كتير. وصل لتحت يعني. بصوا حوالي 6 خانات. تمام. ده معرفش دلوقتي بصراحه بكام يعني مبدئيا. تاني حاجه المكتب ده كان من ايكيا برضو. على فكره احنا ما جبناش الحاجات دي كلها مره واحده، يعني المكتب ده جايبينه السنه اللي فاتت. المكتب ده صغير على فكره كمان، يعني الاوضه اصلا يعتبر صغيره. المكتب يعني بصوا اهو، دي ضرفه لسه برضو هنظم فيها حاجات، وده درج صغنن، وده بقى درج كبير. بصوا اهو اتفضلوا. عندها حاجات نفس الاقلام اللي جوه اهي، اختها. يعني توتي بتعشق الاقلام دي جدا، بتعشق الاقلام دي جدا. اقعد العب يا اسماعيل. ايه رايك؟ والله روقت فعلا كل حاجه. صح ايه رايك صح تنظيمي؟ ايوه تنظيمي نظمت اهو. ايوه صح كل حاجه صح يا ابني صح. ماشي عشان تيجي تقعدي جنبها تذاكري ليها، تذاكري معاها. ايوه على الجاهز يا واد. بالظبط فعلا صح اهو. تعالي شوفي الدرجه اكتر. والله شفتي المصحف وكل حاجه تمام والالوان ايه كده. وهنا بقى هقعد اكتب بقى ايه، تقعد تكتب مذكراتك. هقعد اكتب السكريبت بتاع الحلقات اليوتيوب اللي انت مش عايزه تصوريها. لا بس بجد تسلم ايدك والله. بصوا يا جماعه
انا هقول لكم في حاجه في ايكيا، لو حد عايز يجيب من ايكيا حاجه، في حاجه اسمها از قسم كده في كل فرع من فروع ايكيا اسمه از كما هي، يعني از اللي هي يعني زي ما هي كده على حالتها هتاخدها. بينزل فيه حاجتين، بينزل فيه حاجتين، يعني من المنتجات نوعين. نوع يعني انا هقول نوع اللي بيكون نزل منه موديلات جديده، ممكن حاجه زي دي يكون نزل منها موديلات جديده او عدى عليها فتره طويله بيحطوها في القسم ده وبيخفضوا سعرها. والنوع الثاني قول انت. حاجه فيها مثلا مسمار، يعني بصوا ممكن لو مسمار مثلا الدرج ده مثلا سي ان هو ما بيفتحش كده او في عكسه كده بسيطه، هيروحوا منزلينه بحالته كده ينزله لك تحت. بينزل يا جماعه سعر حوالي 50% من السعر حرفيا. الاباجوره دي على فكره احنا جايبينها من از دي، كانت ب 400 جنيه. اباجوره على فكره حلوه جدا وتقيله، تقيله ماتيريال حلوه جدا ومتينه قوي وباللمبه بكل حاجه. تجيبوها كده، يعني احنا جبناها كده مش في علبه ولا في اي حاجه. البتاعه دي برضو جبناها برضو من از دي. ليه؟ لان هي فوق كانت في الستور ساعه ما جبناها كانت في الستور ب 800 جنيه تقريبا. دي كان فيها بصوا فيها عيب ايه، هوريكم. الديفو ده مكان المسمار بس مكان المسمار انا مدرياه بالورده وزي الفل ما فيهاش اي حاجه تانية. كانت تقريبا ب 300 جنيه بس مساحتها على فكره كبيره يا جماعه. بتشيل بقى، حلاوتها ان هي في ايكيا ليها ايه وحدات كده بصوا اهي، وبتيجي تتعلق بقى في اي مكان. شايفين اهو، هي غاليه بس ماتيريال حلو بصراحه. ماتيريال حلو جدا. وكل مره مثلا تروح ايكيا تشتري لها رف، يعني مثلا الرف ده اشتريته في مره، الكوبايه دي اشتريتها في مره، البتاعه دي اشتريناها اصلا لوحدها في مره كده، فاهمين؟ فالاستاذه توتي جات اهي وبتقول هلو. انت عارفه يا توتي لو ما ذاكرتيش بصي المكتب بقى عامل ازاي؟ في مذاكره هقطعك. في مذاكره كميل برضو يا جماعه احنا جايبينه من ايكيا اهو. برضو كان في سنه كده من السنين، دلوقتي ما شاء الله ما منصحش حد يشتريه عشان سعره بقى عالي جدا. ولو انت وصلتوا معانا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله لو الفيديو عجبكم تكتبوا لنا في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنتات ايه المواضيع التانية اللي عايزين وقولوا لها تذاكر وعلى الله يطمر فيكي. وكل سنه وانتم طيبين. الكلمه دي انا بقولها لك امتى يا توتي؟ بقولها لك قد ايه؟ كل يوم على الله يطمر فيكي. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. لسه في ستاره اختي دي هتتعلق يا جماعه على الشباك ده، عشان بس ما تقولوش الشباك قرعه. واللي فوق دي زينه دي حلوه عجباني دي جدا. دي برضو جت من از على فكره. البتاعه دي هم 3، دي اكبر واحده، دي برضو كانت جايه مش عارفه كانت ب 90 جنيه او حاجه كده، ال3 مع بعض 3 كتير كده، كانت برضو من از. نشوفكم بقى في خير فيديو ثاني جديد. مع السلامه. باي.